علاش المسلم كيخرج زكاة الفطر؟ وشنو هو المقدار ديالها؟ واش بصح الا خرجتها فلوس ما غاديش ندي الاجر؟ وشكون هما الناس اللي مفروضه عليهم؟ اسئله كتكرر كل عام. في هذه الحلقه غادي نجاوبوا عليها كامله باذن الله. لهذا بحال ديما الا بغيتي تعرف علاش وكيفاش ما تنساش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تبع معي حتى التالي. جوابا على السؤال الاول، علاش المسلم كيخرج زكاة الفطر؟ الجواب ان المسلم فاش كيصوم شهر رمضان ضروري ما كيخطأ، كتخرج منه شي كلمه ماشي هي هذيك، كيشوف شي شوفه ماشي هي هذيك. لهذا الله تبارك وتعالى شرع لنا زكاة الفطر طهرة وباش تجبر التقصير ديالنا في صوم شهر رمضان، وهي فرض. اسمعوا معي هذا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللي عنده فضل طعام يكفيه ليومه وليلته يخرج منه، اللي ما عندوش لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وجاز له أخذها. أما وقت الإخراج ديالها فكيتوجب بعد أذان المغرب ديال آخر يوم في رمضان، والوقت المستحب أنك تخرجها قبل يومين أو 3 أيام. دليل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان كيخرج أو كيبعث بزكاة الفطر ديالو للشخص اللي كيجمعها قبل يومين أو 3 أيام من صلاة العيد. خرجتها بعد صلاة العيد لا تجزئك، صدقة من الصدقات قدمتها. دابا على من تجب زكاة الفطر؟ شكون اللي واجب عليه يخرجها؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يعني أي مسلم سواء كان صغير كبير حر عبد ذكر أنثى خصو يخرج زكاة الفطر. شكون غادي يخرجها؟ الأب. بكم 7 غادي تخرجوا عليكم كاملين. اللي عنده طبعا عنده غير باش يخرج على 2 يخرج على 2، ما عندوش ما يخرج. الله تبارك وتعالى ما فرضش علينا شي حاجه باش يعذبنا او باش يشق علينا. دابا لا كان عنده غير اللي يكفيه ويكفيهم في يومه وليلته، واش يخرج ويبقى مخصوص هو؟ لا. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة فطر. يخرج الإنسان على راسه وعلى زوجته واخا تكون غنية، والأولاد ديالو الفقراء، ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها يخرج عليهم. كان الابن ديالو غني ما يخرجش عليه. ويخرج كذلك الزوج عن المطلقة اللي مازال رجعية يمكن له يرجعها، اللي في العدة، ماشي البائنة. ويبدأ بالأقرب في الأقرب، بنفسه، زوجته، ولاده، ثم البقية الأقرب في الأقرب حسب قانون الميراث. ولا تزاد لك وليد أو بنيته قبل المغرب وجب عليك الإخراج عنه أو عنها. هكذا قال الشافعي في كتاب الأم. وما واجبش على الحمل اللي في البطن ما عدا لا بغى يدي الأجر. واللي مات وكانت وجبت عليه زكاة الفطر تخرج من تركته. هذا الكلام كاين في المغني في الجزء الثاني، اللي بغى يرجع ويشوف. الخادم أو الخادمة اللي عندك في البيت ما تخرجش عليهم لأنهم ما واجبش عليك النفقة ديالهم. وهذا الكلام كاين في الموسوعة. اليتامى يخرج عليهم الوصي ديالهم من فلوس وخا صغار. راجع المدونة الجزء الأول. دابا جينا للمقدار ديالها، شحال فيها؟ مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ما كانش يخرجوها فلوس. والصاع بالكيلو قدروه العلم ب3 كيلوغرامات خروجا من الخلاف. كاين اللي قال قل شويه، باش تخرج من الخلاف خرج 3. دابا واش نخرج غير الزرع اللي عارفين حنايا كنشريو الفطره الزرع ونعطيوه للناس، وبزاف ديال الناس كيشدوه ويبيعوه ما كيستافدوش منه، ويقول لك نخرجها فلوس. ماشي ضروري تخرجها زرع، خرجها من قوت البلد، داكشي اللي كيستعملوه الناس وكيشريوه وما غاديش يبيعوه، سواء قمح او تمر او رز او شعير او مكرونه او محمصه، بشرط انها تكون ديال الزرع، او عدس او لوبيا، داكشي اللي كيستعملوه اهل البلد في القوت ديالهم، ولكن بشرط تكون من الأقوات التي يجب فيها العشر، يعني زكاة الحبوب والثمار. ولكن يتأكد أن الوزن هو صاع القمح 3 كيلو بحال اللي قلنا. دابا نجيو للقول الآخر، واش يجوز لي نخرجها فلوس؟ خصنا نعرفوا أولا أن جمهور أهل العلم على إخراجها طعام ولا يجيزون إخراجها مالا. شكون هو الجمهور؟ المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا أنها تخرج من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما لا مالا، وحدد الجنس ديالها، وأرادها صلى الله عليه وسلم بينة ماشي خفية، تبان أنك داي الفطره للناس، باش كيوقع واحد النوع ديال التكافل وديال التراحم. ولان الصحابه رضوان الله عليهم خرجوها حتى هما طعام، وقالوا ان الفطره يمكن ضبطها بالصاع، اما اخراجها مال فلا ينضبط. وغادي تبان الفوائد ديال اخراجها طعام في هذا الوقت هذا اللي فيه الاحتكار وغلاء الاسعار، والناس ما قادينش مساكين يشريو
المواد ديال التموين، المواد الضروريه من الحبوب والقطاني، ويجوز تخرجها تزرع من الطحون. دقيق كاين فيكم اللي غادي يقول لي والناس ما خاصهمش ماكله، خاصهم باش يخلصوا الضوء والماء والكري ديال الحانوت. قالوا اهل العلم هاد الزكاه ماشي ديال الضوء والماء، هذه ديال الطعام. اللي ما بغاش يشدها ما تعطيهالوش، عطيها للانسان اللي ما عنده ما ياكل مسكين محتاجها. وكاين من اهل العلم اللي قال لا باس انك تخرجها فلوس، وحتى هما علماء كبار. قال بالجواز ديالها ابو حنيفه والامام الثوري، وهذا الذي اختاره البخاري رحمه الله عليهم اجمعين. انا نقلت لك من اجل الامانه العلميه شكون اللي قال انه يجوز تخرجها بالمال. حتى لا خرجتيها مال عندك سلف وعندك اثر، ولكن الاولى انك تتبع داكشي اللي داروا النبي صلى الله عليه وسلم. داكشي صراحه اللي كندير انا واللي ارتحيت له، ما نعقلش على راسي خرجتها فلوس. دابا نجيو شكون هما الاصناف اللي يستحقوا زكاه الفطر. مساله بسيطه، هما الناس اللي تعطيهم زكاه المال، الاصناف اللي ذكرهم الله تبارك وتعالى في القران. هادشي ما كان، نتمنى ما نكونش طولت عليكم وحصلت افاده. ما تخليوهاش عندكم، تشوف حلقه مقبله باذن الله. السلام عليكم.